عسلامة. اليوم حبيت نبارتاجي معاكم طريقتي في تحضير الطاجين التونسي بالدجاج. راهو ما شاء الله كيف ما تشوفوا يجي بنين وفاوح يعمل الكيف. اول حاجة قصيت كعبتين بطاطا، غسلتهم وملحتهم وحطيتهم باش يتقلوا. بعد خليت راس بصل كبير عليه 400 جرام سكالوب، قصيتهم كيف ما تشوفوا وحطيتهم يطيبوا في شويه زيت. نحطوا شويه زيت نباتي ونصب البصل والسكالوب نخليهم يتقلوا شويه وباش نبدا نفوح. حطيت كركم، فاح، فلفل اكحل، ملح، نخلطوهم بالباهي ونزيدوهم رشه صغيره كليل. بالنسبه للكليل اختياري. نخليهم يتقلوا شويه وزدتهم سنه ثوم مفرومه، ومن بعد باش نمرق بشويه ماء سخون نخليه يطيب لوين يعقد الصوص. ما تنسوش كعبات عظم يتصمتوا فرد وقت. بعد ما طاب الصوص زدتوا توابع جبن، تنجموا تعملوها هكا ولا جبن مثلثات. نقعدوا نخلطوا لوين يدخل في الصوص. باهي توا كملت باش نخلط كل شيء مع بعضه، البطاطا، الدجاج، العظم، المعدنوس، زدت جبن مربعات، جبن ايمونتال ولا اي جبن مرحي متوفر عندكم. نخلطوا كل شيء بالباهي كيف ما تشوفوا، ومن بعد باش نزيد عليهم العظم. بالنسبه للعظم ما نخلطوهاش برشا، باش نزيدها رشه فلفل اكحل ورشه ملح وشويه خميره جاتو هذيك. هاو هذا الخليط متاعنا حضر. توا دهنت الطبق متاعي بالزبده ورشيت عليه شويه فارينه وحطيت الخليط متاعي. الفور ديجا مسخن على 180 درجه باش ندخله يطيب وصايي. نحكي لكمش على الريحه والبنه متاعو، جربوه وتفكروني.